بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة يوم الأجازة بتاع الأسرة كلها، إن كان الأب والأم والأطفال أو الأولاد. هنعمل النهاردة بقى حسب ما انتوا تحبوا، يعني ممكن ناس تعمل محشي. يوم الأجازة بقى نتلم كلنا بقى، كله يوم أجازة زي ما انتوا عارفين، من المدرسة ومن كله يعني. ممكن نعمل فراخ مشوية زي اللي أنا عاملاها كده، حسب بقى كل الأسماك. عشان انتوا مش هتلاقوا اولادكم طول الاسبوع اصلا، هتلاقوهم بيرجعوا في نص، يعني على الساعه 10 11 كده يكون ميعاد الغدا فاتهم. فهنبدا النهارده بقى هنعمل بقى فراخ مشويه جميله كده بتتبيله حلوه. بصوا انا بقطعها، يعني عايزه تفتحها براحتك، مش عايزه براحتك. بصوا البهارات كلها اللي عندك حطيها: جوز الطيب، قرفه، جنزبيل، كبابه صيني، قرنفل. ده كله حطيته، وبابريكا مدخنه، وطماطمايه صغيره طبعا عشان احنا مش هنكتر الطماطم ب 40 جنيه، وبصلايه. وحطيت يا ستي روزميري، ويا رب يعيش، كل ما اجيب روزميري يموت ويا ريت. يا لو حد عارف ان الزرع بيموت عندي ليه يقول لي، بجيب زرع موت يعني. يعني حاجات زينه وحاجات للاكل، يعني روزميري والزعتر ده جبته كتير ومات. وبرضه بصر لان انا بحب المحاولات، يعني مش بحب اقف يعني لازم بتضايقني، لازم اصر، انا مصر. فما شاء الله بصوا الروزميري مديها طعم النهارده رهيب. الفريش كمان اكتر من المجفف. شفتوا بقى الشوايه الجديده بس لسه مش اشتغلت. دي بابا عاملها لي، بوريها لكم، بس لسه حتى التيكت عليها في الجنب. برضو زي الشوايه القديمه، انا اللي بوظت الشوايه القديمه اصلا. ليه بقى؟ بحط فيها ميه بعد ما الفحم بيخلص، فباظت مني بسرعه بسبب كده. فانتوا حاولوا لما يعني تطفوا الفحم، حطوا عليه تراب. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، دي الفراخ حطيناها اهي. ما شاء الله كانت تحميرها جميله وحلوه، وكنت عايزاها تطلع اللون ده، بس النار عليت على سهوه راحت مديها اللون بقى حلو. زي ما انتوا شايفين انا ببعد النار كده، يعني بعد ما خدت لون كده جلدي كده جميل عشان مش تنحرق اكتر. ببعد النار كده شويه من تاخد بقى ايه الصهد بتاع السخونيه يعني. والنبي العيال صعبانه عليا، العيال كلها بتيجي متاخره يا عيني. زي ما انتوا شايفين الروزماري بصي، يعني دخل في الانسجه بتاعت اللحم، اداها طعم جميل. بس ما كترش، يعني هو عود صغير كده تضربيه مع المكونات. ونسيت اقول لكم اني حاطه معلقتين زيت مع مع البصله والطماطمايه. هنا كانت بقى النار عليت على سهوه، فمش لحقت امسكها، فانتوا عارفين النار بقى حاميه، يا ربنا يكون عذاب النار يا رب. جيت اما اجي امسكها بسرعه خدت لون، بس هي حلوه برضو يعني مش وحشه. بس رهيبه وجميله بصراحه، يعني طعمها حلو قوي. انتوا بقى يعني هي بعد ما بتطلع بقى من الولا بتنزل حاجه سائل بني كده. ده مش بتاع، ده مش دم، ده الزيوت اللي هي بتبقى تحت الجلد. اما الحاجه بتهدى بتنزل بقى عشان الجلد اصلا ملون زي ما انتوا شايفينه، يعني مشوي. فالجلد بينزل، فبينزل الصوص ده، بينزل دي دهون. عشان بتسيبوا الحاجه تاخد وضعها. انا جيت افتح لكم بس كنت ماسكه الموبايل بصراحه بايده، عشان كده صعب عمال يجي حتى على الموبايل. بصوا عايزه افتحها لكم واوريها لكم ان هي بيضه قشطه من جوه وطريه وجوسي وجميله. جميله، بس سيبوها في التتبيله يعني اقصاها 3 4 ساعات، او ساعتين بكتير، يعني لو انتوا مزنوقين قوي يبقى ساعتين. بصوا العظمه باينه بيضه ازاي، بس انا مش عارفه افتحها لكم بصراحه. واكله سهله وبسيطه، وتلم العيله حواليك اليوم الاجازه. ما صدقوا ان الاجازه جت بالعيال بتلعب كره في الشارع، الجيران اللي حوالينا. زي ما انتوا شايفين كده. بصوا احنا بنحب ناكلها بعيش، انتوا براحتكم بقى. ساعات اخبز عيش، ساعات ناكل عيش ابيض. انا عملت سلطه بابا غنوج بالطحينه، وعملت سلطه طحينه وبطاطس محمره، واللي انتوا شايفينه قدامكم بقى. ولايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس.